مرحبا حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. بشكرك لكم كتير رجعت لكم فيديو جديد، وكل عام وانتم بخير. رمضان كريم عليكم. اليوم بدي تجهيزات قبل رمضان. طبعا بدنا نجهز كبة. الكبة يعني اول يوم رمضان ان شاء الله نكون طيبخين كبة وسفرجلية. بقى هلا بدنا نحضرها قبل يومين مشان شفتوا هلا بيجي رمضان وبدكن يعني اشغال كتير. وهلا هيك قبل ما نبدا الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا الزر صار يوصلكم كل شي جديد. ويلا هلا جبنا برغل غسلناه بالمي يعني وصفيناه. وبعد ما تصفى جبنا قشرنا بصل وقطعناه قطع صغار يعني من شكل يعني بصلتين. هلا نحن هون كمية اني عازمين خالتي وخالي، يعني شفتي اول رمضان يعني بدنا نساوي كيلين ونص يعني برغل. بدنا اسمه نجيب بصلتين كبار يعني هيك يعني قدن الكبر والصغير يعني بصلتين بنقطعهم بنحط لهم ونحط كمان فوقهم بصل. ايه وهيك. وهلا بدنا نروح يعني بدنا نديرهم بالماكينة. بس قبل ما نديرهم بدنا نحضر تحضير يعني الحشوة جواته. ويلا وهلا جينا على الحشوة. حطينا جواته يعني عكليين ونص برغل. حطينا كيلو ونص لحمة. حطيناهم يتقلوا مع فلفل اسود وملح وسبع بهارات وفلفل وناعمة يعني ملحية. هلا كمان بدنا نحط جواتها بصل مرات مقطعه صغار. يلا وهلا هون قطعنا البصل يعني بصلتين الكبر والصغر نفس الشي قطعناهم. وهلا بدنا نروح نحطهم فوق اللحمه. يلا وطبعا لازم يكون جوات يعني اللحمه لازم يكون جوز وصنوبر. بس نحن هلا صنوبر ما متوفر. بدنا نحط جوز بنقطعه قطع صغار. ويلا وهلا بعد ما قطعنا الجوز يعني انتو يعني بدكم تشوفوا الكمية. اذا انتو بتحطوا جوات جوز اكتر بيطلع طيب اكتر. ايه هيك قطعناهم وهيك صار شكلهم. وهلا بعد ما يعني بنروح بنحطهم فوق اللحمة هي والبصل. يلا وكمان حسب الرغبة في منهم بحطوا دبس فلفلة وفي منهم لا، يعني حسب الطعم بتعطيها نكهة اطيب. وهلا بعد ما استوت نص سوية بنحط البصل ننزل ونخلطن يعني ويستوي شوي يعني معا يعني بيتقلى معه. وهلا بنحط كمان الجوز. هلا بنحط الجوز وهيك بنخليها حتى تستوي هيك حتى تنشف ميتها لتحت. يعني تنشف شوي بنطفي عليها. وهلا بدنا نروح على البرغل نديره بالماكينة. يلا هاي ماكينة الكبة هيك شكلها. والله بدنا وكان صوت الماكينة هون عالي فلهيك سويت حكي. هلا هون عم نساوي يعني قسم من الكبة. هي الكبة النية بناخد قسم وبنديرها دورين وبنحط لها فوق كمون وبنحط لها دبس بندورة ودبس فلفلة يعني وملح وبندعك يعني بنخلطها بندعكه. وبعدين بنروح بنساوي كمان دور تاني بالماكينة مشان الطعمة يعني تتخلط بيناتها وتصير لونها كويس. وهيك تكون يعني الكبة النية بعد ما درناها صارت جاهزة يعني هلا بنبدأ. نحن سوينا هلا كبة مدعبلة كهنة هيك. وهي اللحمة بنساوي هلا كبة بدرويش. يلا وهي عتنسا كيف تتساوى كبة بدرويش. بس هلا بنرجع بنعملكم اياها. بنجيب دعبولة هيك بنساوي مثل بندخل ايدنا حتى تصير حفرة بالشكل هيك. وبنحط جواتها اللحمة
مسكرة. وهيك بتكون جاهزة، وهيك بتكون كمية صغيرة. بنرجع بنسوي كل الكبة اللي بقيت. وهلا بتقولولي شلون بدك، يعني رمضان لسه بده يومين حتى يجي ان شاء الله باذن الله. شلون بدك تقيميها؟ نحن بنحسن نفرزها هي بالفريزر، يعني ما بتقلوها ولا شي، يعني بتقيموها هيك بالفريزر. نحن بنحط لها هيك اكياس فوقها بعضها، وبنحط فوقهم، بنرجع بنحط يعني شي طبقتين ثلاثة، وبنحط الصينية بالفريزر وهيك. وقت بدكم تقلوها بتطالعوا وبتقلوها بالزيت. هلا احبائي بدنا نغلي الكبة المدعبلة. جيبنا مي عادية يعني، وغليناها وحطينا لها ملح. وهلا بدنا نحط فوقها، بس غلت منيح بدنا يعني نسكب فوقها الكبة المدعبلة. والله هيك بنخليها حتى تغلي، بس غلت بنطفي عليها، وهداك الوقت بنصفيها من المي، يعني شي 5 دقايق يعني. والله هيك بدنا نطفيها، اني شوفوا شلون غلت وصار يعني حاجته. وهلا بدنا نصفيها. والله هيك بنعيفها تبرد، يعني شوفوا هيك هي حالة، وهيك تكون بتصير جاهزة. وهي كل الكبدة صارت جاهزة. والله بدنا نحطها بالفريزر. وهي كمان الكبة المدعبلة صارت كمان بردت، وبنحطها بالبراد. بحبكم كتير، وهيك وصلت لاخر الفيديو معكم. بحبكم كتير، وبشوفكم ان شاء الله بالفيديو اللي جاي. ولا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. وبحبكم كتير، وان شاء الله بالفيديو اللي جاي بشوفكم.